السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ طبعا عملت بطاية حلوة جميلة، وعملت معاها فريك، وعملت معاها رقاق، وعملت معاها ملوخية خضراء، وعملت محاشي، عملت وليمة على شوربة البطاية دي. شايفين؟ عايزة افتح لكم بس البطة كده واوريكم قد ايه هي اللحم بتاعها جميل من جوه وطري جدا ومفتل، وحاجة كده تحفة جدا، والجلدة بتاعتها كريسبي قوي من بره وحلوة جدا. يلا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف احنا عملنا الجمال ده كله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مع احترامي لجميع الوصفات، الناس اللي هي بتعمل البط كريسبي وبتعمل البط اسفة روستو في الفرن بدون سلق، لا، انا لما وقعت في قدام عيني البطاية دي طبعا لازم استفاد منها، سلقتها واخدت منها الشوربة بتاعتها، عملت عليها ملوخية خضراء بريحتها كانت جايبة لاخر الشارع، بسمن بلدي، حاجة كده تحفة جدا، واو الواو. طبعا بط وشوربة البط، عملت معاها كشك اصلي صعيدي فلاحي. وكمان ده البصل اللي هو التقلية، شايفين قد ايه هو مقرمش وحلو جدا. طبعا لو حابين استعرض معاكم اعمل لكم فيديو عن الكشك قولولي في الكومنتات وانا اعمل فيديو لوحده، هو بصراحة محتاج فيديو لوحده، الكشك ده قصة لوحدها وحكاية جامدة جدا. طبعا ما شاء الله تبارك الرحمن. عملت كمان بط، عملت كمان على شوربة البط، عملت رقاق بالسمن البلدي، حاجة كده كانت فاخر من الآخر، حاجة كده بهرت الجميع. شايفين الكشك وجماله؟ حاجة كده تحفة جدا، واو الواو بصراحة. حبيت. شايفين بقى الرقاق منظره كريسبي من بره، واللون بتاعه حلو واخد سوا كويس، وكمان طري من جوه ومورق، عامل زي ما يكون فطير شرقي بالظبط. هفتحه لكم واوريه لكم دلوقتي واوريكم قد ايه هو حلو وطري من جوه. شايفين؟ انا عايزه اوريكم، يا ريتكم كنتوا معايا وسامعين الصوت، بس كانت حواليا دوشه كتير جدا فمعرفتش ان انا اسيب الفيديو كده بالاصوات بتاعته. طيب عملت ايه كمان؟ عملت طبعا حبيت ان انا اسيب بصمة لاولادي في بصمة لاولادي في اكلة حلوة عملناها سوا، آه، او او ذكرى يعني بالاكل الجميل المصري، حاجة كده كانت حلوة جدا. كان عندي كرنب كمان كنت مفرزاه معاكم في الديب فريزر، عملت حلة كرنب صغيرة. وعملت كمان طاجن ورق عنب، ما هدرتش بالفلفل، عملت كمان حشيت معاه كام فلفله كده ادوا ريحه، كانت الريحه جباره، كانت الريحه في البيت جباره بصراحه. ما شاء الله تبارك الرحمن على ورق العنب والاصناف الحلوه اللي اتعملت بشوربه البط. يمكن بديكي فكرة، او بديكي او بفكرك باكلة، او بفكرك بقعدة مع اهلك او مع اصحابك. البطة دي من عندنا من البيت احنا مربينها، البطة دي كانت 3 كيلو ونص. ما شاء الله تبارك الرحمن، غسلتها كويس جدا جدا بالمية والملح والخل والدقيق، حاجة كده فاخر من الاخر. حطيت بس طبق كده تحتها علشان خاطر ما تبقاش ملتصقة بالحوض، او تغسليها زي ما تغسليها براحتك خالص. وبصراحة انا كان عندي دقيق، انا عايزة اوصف لكم الدقيق ده. الدقيق ده اللي هو بنخبز بيه العيش الواسع، عبارة عن دقيق ومعاه مطحون عليه حلبة حصى، ومطحون عليه ذرة اللي هي زي الفشار دي الصفرة، ومحطوط عليه ملح ومتحوج كده. لو انتوا ما عندكوش يبقى الدقيق الاصفر العادي اللي هو بتاع الذرة، لو انتوا ما عندكوش يبقى دقيق عادي جدا، ما فيهاش اي مشكلة يعني. الناس الفلاحين او الصعايدة هيفهموا الدقيق اللي انا بحكي عليه ده، اللي هو بتاع العيش الوسخ، بيشيل اي زفارة واي ريحة، وحاجة كده واو الواو، تحفة التحفة. طبعا انا دبحتها وريشتها في البيت ونضفتها، بس خفت ان انا اجيبها يكون محظور عليا ان انا
اجيب يعني طريقة الذبح والحاجات اللي هي زي كده، وهعمل لها محلول نقعي، محلول يعني انقعها فيه حاجة كده تحفة جدا جدا جدا. غسلتها كذا مرة بالمية الجارية. حشت كمان الكبد والقوانص والأجنحة، هطبخها في يوم تاني لوحدها، هعملها كمونية مع في يوم تاني نتغدى بيها ان شاء الله. يعني البطة هتأكلنا يوم كامل. ممكن انتي تاخدي افكار مني وتعملي الاكلة دي، ما تعمليهاش مثلا في يوم واحد، ممكن تعمليها في ايام مختلفة يعني. طبعا الملح والخل والدقيق والمية الجارية. وهوريكم دلوقتي المحلول اللي انا نقعت فيه. ايه المحلول اللي انا نقعت فيه؟ طبعا عبارة عن برتقان وليمون وملح وفلفل اسود وورق لوري في المية، بس كده مش اكتر، ومعلقة من السكر. حطيتهم جواها، شايفين؟ بس اي توابل انت حابة تحطيها وتدي ريحة عطرية، تمام، مفيش اي مشكلة. اهي كده هخليها حوالي ساعة حسب ما انت حابة، وبعد كده هشطفها، وبعد كده هسلقها عادي جدا. كده خلاص بقت معايا زي الفل، تمام، بتبرق وحاجة كده تحفة جدا جدا جدا. طبعا البطة كانت كبيرة فما شالتهاش غير حلة اللي هي بنعمل فيها البليلة الكبيرة، حطيتها وحطيت معاها بصل وطماطم وفلفل وتوم وضربتهم، ولو عندك جزر حطي، وضربتهم في الخلاط وحطيتهم. شايفين كده؟ اول ما ابتدت تدخل في السوا حطيت لها بقى الملح والتوابل بتاعتها. شايفين الدسم قد ايه؟ شايفين السمنة اللي كانت مطلعاها قد ايه؟ انت ممكن كمان، انا باخد الوش ده واشيله في التلاجة واشيله في التلاجة واستخدمه. ممكن احمر بيه، حاضر، ممكن احمر بيه، ماشي جوزي، ممكن احمر بيه لسان العصفور او الرز او المكرونة، بيبقى طعمهم تحفة جدا جدا جدا. بصوا 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 الدسامة، بصوا الدسامة بتاعت الشوربة. يلا بينا بقى، تبلنا بقى البطة دي بايه؟ بورق لوري وحبهان وفلفل اسود وكبابة صيني وسنة شطة صغيرة، ضربتهم في الخلاط مع الطماطم مع البصل مع الطماطم مع البصل. طيب، وحطيت هنا بطاطس عشان بنتي بصراحة صغنونة بتحب البطاطس، حطيتها من تحت بس قطعتها كبيرة عشان تستحمل السوا. حطيتها من تحت البطة كده وهدخلها الفرن. وافتكروني بدعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما تنسونيش في اللايك والشير. وكنت سلقت طبعا الحمام، لان عملت حمام لان كان عندي فطار جماعي. والسلام عليكم ورحمة الله.